فيلمنا بيبدأ مع مجموعة شباب سهرانين سوا وبيتكلموا عن أسطورة سفاح بليسفيلد اللي بيظهر كل سنة عشان يقتل الشباب الموجودة، وبيكونوا قاعدين في بيت صاحبتهم جيني اللي أهلها بيجمعوا تحف فنية، وبياخد باله أيزاك من سكينة أثرية شكلها حلو متشالة في صندوق إزاز علشان محدش يلمسها، وبعدها بيسيبها مكانها وبينزل البدروم علشان يجيب إزازة ويسكي لأصحابه، وبيظهر إن في إقناع من إقناعات أهل جيني اللي محتفظين بيهم مش موجود. وأول ما أيزاك بينزل البدروم بيتعرض للقتل على إيد السفاح، وبيكمل السفاح قتلهم واحد ورا التاني لحد ما بيلاقي إن أهل جيني وصلوا البيت بعد ما بخلص عليهم كلهم، وبيلاقي السكينة الأثرية قدامه بياخدها معاه وبيهرب من المكان. وبنيجي لميلي في يوم حفلة التخرج اللي هي مش عايزة تروحها لأنها تخرج مع والدتها غصب عنها ومش عايزة تزعلها، وبتقابل صاحبتها نيلا وجوش وبيحاولوا يقنعوها إنها تيجي معاهم، وصاحبها بوكر اللي هي معجبة بيه هيحضر كمان الحفلة وممكن تصارحه بحبها. وبتحاول نيلا إنها تخلي ميلي تهتم بنفسها بدل ما هي عمالة تهتم بمامتها، وبتقول لها أنت كده هتضيع أهم لحظات حياتك، فبتوعدها ميلي إنها تفكر في كلامها. فبتروح على الفصل بتاعها اللي اتأخرت عليه وبتقعد جنب بوكر اللي هي بتحبه، وبوكر بيقول لها إنها تقدم ساعتها 5 دقايق وده هيساعدها إنها ما تتأخرش على ميعادها، ولو اتأخرت هيبقى معاه 5 دقايق احتياطي زي ما هو بيعمل في ساعته. وبعد ما الحصة بتبدأ والأستاذ فليتشر بيزعق لها على تأخيرها، وبتيجي رسالة تحذير لكل الطلبة إن في 4 طلاب اتقتلوا من سفاح بليسفيد، ومع ذلك المدرسة بترفض إنها تلغي حفلة التخرج، وبتكون ميلي لابسة الدب المشجع لفريق مدرستها. وبعد ما بتخلص الماتش وبتودع صحابها بتفضل قاعدة مستنية مامتها، وبتتأخر عليها لدرجة إن المكان بيفضى خالص ومفيش حد في المكان، وبتحاول تتصل بوالدتها لكن أختها تشارلي اللي شغالة شرطية هي اللي بترد عليها وبتقول لها إن مامتها نامت من كتر الشرب. ومن حظ ميلي الموبايل بتاعها بيفصل شحن، وبتشوفه قدامها واحد واقف ومعاه سكينة وبتفهم إن هو ده سفاح بليسفيلد، وبتحاول إنها تهرب منه لحد ما بيهجم عليها، وقبل ما بيطعنها بالسكينة بيبان إن العين اللي في السكينة احمرت والقمر بيختفي، وبيضربها السفاح بالسكينة الأثرية في كتفها لكنه هو بيتألم وبينزل دم من نفس مكان الطعنة لحد ما بتظهر تشار وراها وبتضرب رصاص في الهواء علشان السفاح يسيب أختها، وبتقع منه السكينة أثناء هروبه وبيتنقلوا للقسم وبيحتفظوا بالسكينة بمركز الشرطة. وبعد ما ميلي تهدى بيروحوا كلهم البيت وبتدخل تنام وبتبدأ تحلم بكوابيس عن اللي حصل لغاية تاني يوم، وبتصحى ميلي من النوم في سريرها عادي وبتبقى مستغربة إنها قايمة في أوضة شكلها غريب، وبتجي لها مامتها عشان تطمن عليها لكنها ما بتردش عليها، وبتفضل باصة لنفسها في المراية من غير ولا كلمة. وفي نفس الوقت بيصحى السفاح في مخزن مهجور وبيستغرب ايه اللي جابه المكان ده، واول ما بيبص في المراية بيصرخ وبيقنع نفسه انه بيهلوس او بيحلم وبيهرب من المكان اللي كان فيه، وبيكون شكل السفاح انتشر في كل الاخبار وجري البحث عنه. وبتشوف ميلي شكل السفاح في التلفزيون وهي قاعدة مع والدتها، واول ما بتشوف الاكل بتهجم عليه كانها ما اكلتش قبل كده، وبمجرد ما ميلي بتشوف اتشار قدامها بتقوم تاخد السكينه علشان تقتل اختها، لكن مامتها بتاخدها منها علشان ما تتعورش وبتطلب منها انها تجهز عشان تروح مدرستها، وبتلبس لبس غير اللي كانت متعوده عليه. بيفضل اصحابها ينادوا عليها وهي ما بتردش عليهم لحد ما بتيجي رايلر اللي بتتنمر عليها دايما وبتقول لها انها خافت عليها جدا وعايزه تعرف ايه اللي حصل لها من السفاح لانها خافت عليها بعد ما شافت شكله المشوه في الاخبار. وبتفضل رايلر تتريق على شكل السفاح لحد ما ميلي بتطلب منها ان هم يروحوا مكان لوحدهم علشان تحكي لها اللي حصل، وفي نفس الوقت بيكون السفاح بيحاول يستخبى في مكان لان كل المدينه بتدور عليه علشان صورته منتشره في كل الاخبار لحد ما بيقدر انه يوصل للمدرسه اللي فيها ميلي واصحابها. وبتفضل رايلر مع ميلي لانها فاكره انها تعرفها حاجه سريه لحد ما بتقول لميلي انها تروح الحمام ويا ريت لما ترجع تسمع حاجه مهمه ولا هتسيبها وترجع لفصلها. وبتسمع رايلر ان في حد بيغني في حمام البنات، ولمجرد ما بتوصل لمصدر الصوت بتلاقي السفاح بياخد دش وبتهرب من المكان وهي بتصرخ، فبتلاقي ميلي قدامها وفاكراها انها تنقذها، فبتاخدها ميلي وبتحطها في آلة العلاج بالتبريد وبتحبسها جواها وبتقلل درجة التبريد لأقل درجة. وبعد ما السفاح بيخرج من الدش بتاعه بيعدي قدام الآلة وبيفتحها وبيلاقيها ميتة ومتجمدة لدرجة انها بتقع قدامه وبتتكسر. وبيشوف مستر فليتشر ان ميلي بتتمشى في المدرسة وبينادلها عشان اتأخرت على فصلها تاني، وبيفضل يهزق فيها بسبب قلة احترامها للمواعيد قدام كل الطلبة. وبيروح السفاح للمكان اللي بتتجمع فيه مع نيلا وجوش، ولكن اول ما نيلا بتشوفه بيتصرخ في وشه وبيهربوا منه قبل ما يقتلهم، وبيطاردهم على امل ان هم يسمعوا اللي حصل ولحد ما بيوصلوا المطبخ وبيفضل السفاح يقول لهم ان هو ميلي صاحبتهم، وبيفضلوا يرموا عليه اي حاجة قدامهم وبينزلوا عليه ضرب بالمعالق اللي في ايدهم لحد ما بيرموهم السفاح على الارض
وبيبدأ يعمل الاستعراض بتاع ميلي، وبيقوموا من على الأرض وبيفضلوا يسألوه أسئلة خاصة بميلي وبيجاوبها كلها صح، وبيعملوا التحية الخاصة بيهم سوا لحد ما بيصدقوا إن السفاح هو ميلي ولكن في جسم راجل، وبيستخبوا في حمام الولاد علشان يوصلوا لتفسير. وبتحكي لهم ميلي إنها لما طعنت من السفاح هو كمان اتصاب في نفس المكان، وتاني يوم أرواحهم اتبدلت، وإنها شافت في حلمها إن السكينة مكتوب عليها كلمة لا دولة. وبدور جورج عن معنى الكلمة أو السكينة نفسها، وبيقدروا يوصلوا لصورة السكينة وبيبقى مكتوب عليها كلام بالأسباني. وبيسيبوا ميلي في الحمام وبيروحوا لمدرسة الأسباني بتاعتهم وبترجم اللي على السكينة، وبتقول إنها مسؤولة عن تبديل الأرواح بين شخصين، وهيفضل التبديل دائم لو ما تمش طعن الشخصين في نفس المكان قبل الساعة 12 بالليل. وبيجروا على ميلي اللي في جسم السفاح وبيقول لها إنها تحتاج إنها تجيب السكينة وتطعن بيها السفاح اللي في جسم ميلي قبل الساعة 12 علشان كل واحد يرجع لشكله الطبيعي، وإلا هتستمر في الجسم ده للأبد. وبتكون ميلي راحت لمستر فليتشر وهو قاعد في ورشة المدرسة لوحده علشان تنتقم منه بسبب إنه هزقها قدام باقي الطلبة، وبتهجم عليه لحد ما بتطعنه بالمفك في رقبته وبتقتله. وبتخرج من الورشة بتلاقي جوش ونيلة ومعاهم ميلي، وأول ما ميلي بتشوفهم بيتصرخ علشان يضطروا إن هم يهربوا، وبالتالي هي تفلت منهم وبيجروا من المدرسة قبل ما يتقبض عليهم. ولكن تشارب بتطاردهم بعربية الشرطة، وبيقرر جوش إنه يركن العربية في أقرب مول علشان يستخبوا فيه لأنه هيكون زحمة. وبيدخلوا جوه المول وبيخبوا السفاح في بروفة الملابس، وبيطلعوا يجيبوا له ماسك لعبة عشان يلبسه، وبيطلعوا بره المول. وبينجح جوش إن هو يعرف مكان ميلي فين من خلال لايف عامله واحد صاحبهم وإنها موجودة فيه، وبيبقى متحدد المكان في اللايف وبيتحركوا كلهم عليه. بيعرفوا من كاميرات المكان إن ميلي عايزة تقتل بوكر، وبيفضل السفاح يدور على ميلي لحد ما بيلاقيها وبيضربها وبيغمى عليها قبل ما تقتل بوكر. وبيمسك بوكر كمان قبل ما يهرب منه وبيتصل بالشرطة، وبياخدوهم هما الاتنين لبيت جوش وبيكتفهم في الكرسي لحد ما يقدروا يوصلوا للسكينة اللي في خزنة الاسم. وبيستنوا بوكر لحد ما يفوق وبيشرح له كل اللي حصل من اول ما ميلي اتطعنت بالسكينه وان روحها اتبدلت بسفاح بليسفيلد. وبينجحوا ان هم يقنعوا بوكر باللي حصل، وبيقرر انه يساعدهم وبيحطوا خطه ان هم يسيبوا جوش يراقب جسم ميلي عشان ما تهربش، وهيروح كلهم يسرقوا السكينه من الاسم اللي اكيد هيكون فاضي لان كل الشرطه بتدور على السفاح في المدينه. وبيتحركوا على الاسم وبتقول لهم نيلة ان هي هتدخل الاسم، وبكره والسفاح هيراقبوا الاسم من بره علشان لو اي حاجه حصلت يشغلوا انذار العربيه كتحذير ليها. وبتدخل نيلة الاسم وبتلاقي تشار اخت ميلي قاعده لوحدها في الاسم، وبتمثل عليها ان السفاح كان بيطاردها لحد ما دخلت الاسم وانه حوالين الاسم دلوقتي. وفي نفس الوقت بترجع ام جوش البيت وبتشوف ميلي متكتفه قدامها، وبتسال جوش عن سبب تكتيفها في الكرسي، وبقول لها جوش ان هم بيلعبوا سوا لحد ما ميلي بتقدر تفك نفسها وبتطاردهم في البيت وبيستخبوا منها في اوضه. وبيتصل جوش بنيلة علشان يحذرهم ان ميلي هربت منه، وبتكون نيلة نجحت انها تسرق السكينة من الخزنة، ولكن قبل ما بتخبي السكينة بتدخل تشار عليها وبتعرف انها بتسرق السكينة وبتهددها بالمسدس وبتقول لها تسيب السكينة على الارض. وبتكون ميلي وصلت للاسم وبيشوفها بوكر والسفاح وهي داخلة، وبيحصل خناقة ما بينهم كلهم، وبتنجح ميلي انها تاخد السكينة من على الارض وتهرب بيها، وبتهدد تشار السفاح انه ما يتحركش من مكانه، وبتجبره انه يدخل القفص وبياخد سلاحها منها وبيحبسها هي بداله. وبيطلعوا كلهم يطاردوا ميلي قبل ما تقتل حد تاني. وبيعرفوا من بوكر ان حفلة التخرج في مكان الطاحونة القديمة اللي المدرسة لغت الحفلة اللي كانت هتتعمل فيها، وبيتفضل 13 دقيقة على منتصف الليل. وبيقلع بوكر الساعة اللي في ايده وبيظبطها على انها تضرب على الساعة 12 بالظبط، وبيتحركوا كلهم علشان يمسكوا ميلي لكنهم بيلاقوها قتلت 3 طلبة، وبيفضلوا يدوروا عليها لحد ما بيلاقوها. وبتحاول ميلي انها تهجم على السفاح وعايزة تقتله بخطاف في ايدها، واثناء الخناقة بتقع السكينة من جيب ميلي وبتهرب منهم، وبيفضلوا يطاردوها لحد ما نيلة وجورج بيقدروا يوقعوها على الارض بيجهزوها عشان يطعنها. ولكن المنبه بتاع ساعة بوكر بيرن لان الساعة 12 عدت، وبيكونوا فشلوا ان هم يرجعوا روح ميلي لجسمها. ولكن جورج بياخد باله ان جرس المدرسة ما ضربش لانه بيضرب على الساعة 12 بالظبط، وبتفتكر ميلي اللي في جسم السفاح نصيحة بوكر انه بيقدم ساعته 5 دقايق علشان ما يتاخرش على موعده، معنى كده ان لسه قدامهم 5 دقايق لحد الساعة 12. وبيهجم السفاح على جسم ميلي وبيطعنها، وبيختفي القمر تاني زي ما حصل قبل كده، وبيقدروا ان هم يرجعوا كل روح لجسمها. وبتيجي الشرطة علشان تقبض على السفاح لكنه بيرفض انه يسلم نفسه، فالشرطة بتضربه بالنار وبترجع ميلي لجسمها. وبعد ما بتيجي عربيات الشرطة والإسعاف بيطمنوا على ميلي واللي معاها وبياخدوا السفاح وبيحاولوا ان هم ينقذوا حياته قبل ما يموت، لكنه بيشيل جهاز النبض من ايده علشان يبان ان هو مات قدام المسعفين. وبترتاح اخيرا ميلي في بيتها مع والدتها واختها، وبتحس ميلي بحركة في بيتها وبتلاقي ان الباب الخلفي مفتوح، وبتفضل ماشية في البيت تدور ليكون حد دخل، وفجأة بيظهر السفاح في ظهرها وبيمسكها من شعرها علشان يخليها تدفع ثمن اللي عملته. وقبل ما يذبحها بيلاقي تشار بتحاول تضرب عليه نار من
مسدسها، لكنه بيكون شال الرصاص منه، لكن بتيجي الحاجة بإزازة وتضربه على راسه، وكل واحدة بتديله اللي فيه النصيب، لحد ما ميلي بتجيب خشبة وبتغرزها في ظهره علشان تتخلص منه نهائيا، وبتتأكد بنفسها إنه مات. ولهنا بيخلص فيلمنا النهاردة. ما تنساش تحط لايك للفيديو وتقول لي رأيك في التعليقات. يلا سلام.